قوة عظامك مش بتيجي من التمرين بس. الأكل اللي بتاكله كل يوم ليه دور أساسي وخطير. لو عايز عظام قوية وتتفادى الكسور مع الوقت، لازم تركز على أكلات معينة. أول وأهم حاجة هي الألبان، زي اللبن والزبادي والجبنة، لأنها غنية بالكالسيوم اللي هو المكون الأساسي لبناء العظام. بعد كده عندك البيض، وخصوصاً الصفار، لأنه مصدر ممتاز لفيتامين د اللي بيساعد جسمك يمتص الكالسيوم بشكل صح. كمان السمك الدهني زي السردين والتونة والسلمون، دول كنز حقيقي للعظام بسبب الكالسيوم وفيتامين د وأوميجا 3. ما ننساش الخضروات الورقية زي السبانخ والجرجير والبروكلي، لأنها غنية بالمغنيسيوم وفيتامين كي اللي بيقووا كثافة العظام. كمان المكسرات خاصة اللوز بتدعم العظام بالمعادن المهمة، وحتى البقوليات زي العدس والفول لها دور كبير في تقوية العظام على المدى الطويل. الخلاصة إن العظام بتتقوى مع التغذية الصح، حركة وتمرين منتظم. ولو عايز جسم قوي من جوه قبل ما يبان من بره، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد.